طنطا 10 من صباح كل جمعة مع الكاتب الصحفي جمال عبد السميع. أنا وليد سامي جاد، تاجر سبح أبا عن جدا. النهارده هحاول أكلمكم على قد ما أقدر عن السبح وعن أشكالها وأنواعها اللي بتتم عندنا في مصر وبتتصنع من الألف للياء في مصر، وبتيجي كافة الدول تتعلم مننا صنعة السبح، وبتيجي تطلع من عندنا الأحجار الكريمة الأصلية والطبيعية اللي مش موجودة في أي حتة في العالم كله. أول حاجة عندنا مثلا زي بسم الله الرحمن الرحيم المرجان الاسود، بيطلع هو اللي اسمه اليسر، وبيطلع من البحر الاحمر. طبعا زي ما احنا عارفين البحر الاحمر في مصر بيتمتع اللي هو اكتر اماكن في العالم بتطلع الشعب المرجانيه السوداء اللي هي المرجان الاسود اللي احنا زي ما احنا شايفينها كده، وبنعمل منها السبحه اليسر وبنطعمها بالفضه في ورشنا، وبنطعمها بالاحجار الكريمه بالصدف، بنطعمها بالفيروز زي ما احنا شايفين. ندخل فيها صنعة مش موجودة في اي حتة في العالم. وفي حاجة تاني كمان بتطلعها مصر اللي هي الفيروز الطبيعي من ارض سيناء، وبيبقى اغلى وانقى انواع الفيروز، وبيلبس بالفضة زي ما احنا شايفين كده بمهارة فائقة، يعني في ايد مصريه مفيش حد في العالم كله، وحتى اللي بيوصل في العالم اللي هو يعملها بيجي يتعلمها من عندنا احنا هنا. في حاجه تاني كمان من الاحجار والحاجات النادره زي ظهر الترسه، بنطعم بيه برضو الفضه، سن الفيل، العاج، ودي اشياء قيمه وفي منتهى القيمه، وبنعمل بيها السبحه بيبقى شكلها عامل كده. وفي ثمره الكوك بتجيلنا كده، تبقى زي جوزة الهند، فيها روحانيات، وعشان تطلع ثمره زي كده تقعد اقل حاجه 100 سنه. بنعمل منها السبحه الكوك وبنطعمها زي ما احنا شايفين كده بطريقه متقنه بالعاج بالفضه باشكال مختلفه وباحجار مختلفه عشان نطلعها في الاخر بالشكل ده كده بالحرفيه دي كده. وفي حاجه كمان الكهرمان ده ماده طبيعيه، حجر كريم وليه خواصه وندرته، ودي كده الماكيت بتاعه بينزل زي ماده صمغيه، بنتجمع هي كده كاحجار وبتتخرط هنا في مصر عند احرف الخراطين في العالم، وبتيجي الناس من دول معينه او دول كامله من باقي الدول كلها تيجي عشان خاطر تخرط سبحه عند صنايعي مصري محترف عشان يطلعها بالشكل ده كده. وهو ده الكهرمان.
ده زي احجار كريمه اصليه طبيعيه موجوده في مصر، وخرطتها في مصر وصناعتها في مصر. في اشياء تاني بتتصنع منها السبع عندنا، زي مثلا شجر الابانوس، ونطلع السبحه بتاعته تبقى شكلها كده. مثلا ده شجر الابانوس الطبيعي. عظم الجمل بنعمل منه السبح كده، وبنطعمها برضو مثلا بالابانوس، بنطعمها بالفضه، بنطعمها بالمعدن، بنطلعها في الاخر برضو شكلها جميل وصنعه متقنه، مش موجوده برضو الا عندنا هنا في مصر بس. وده الكوك بيجي منه سبحه زي ما شفنا كده، سبحه 33 حبايه مثلا، بتيجي منه الكوك كده سبحه 99 حبايه. دي اشكال السبح. ده يعتبر احدث ما توصل اليه تطعيم السبح في العالم كله. ده اليسر مطعم بالفضه والليزر، احدث اشكال التطعيم. وده كده شكله الاساسي الطبيعي، بيطلع من البحر كده، بنوصله احنا سبحه في مصر، ومحدش بيعرف يعملها في العالم كله الا الحمد لله مصر بالشكل ده. احفظ مصر.